امتى العربون يضمن حقك بجد؟ كلنا في مواقف كتير بنبقى محتاجين نحجز حقنا في شقة أو عربية أو حتى اتفاق شغل، فبنروح ندفع عربون وبنمضي ورقة عشان نضمن إن مفيش حد يدخل في البيع. الخطوة دي مهمة، بس علشان تكمل صح لازم نعرف احنا بنمضي على ايه بالظبط. في فرق بسيط بس جوهري بين الوعد بالتعاقد وبين العقد النهائي. الوعد بالتعاقد معناه إننا اتفقنا إننا هنعمل عقد في المستقبل، يعني انت حجزت حقك إنك تشتري الحاجة دي في وقت محدد وبشروط معينة، وده إجراء ممتاز لو لسه فيها أوراق ناقصة أو مبالغ هتكمل قدام. بس مهم تبقى عارف إنك لسه مملكتش الحاجة الورقة دي لوحدها. أما العقد النهائي هو اللي بينقل الملكية فعلا، وكويس إننا نكون فاهمين إحنا بأنهي مرحلة فيهم علشان نكون مطمنين واحنا بندفع فلوسنا وعارفين الورقة اللي معانا قوتها ايه بالظبط. نصيحتي النهاردة، قبل ما تدفع مبلغ كبير كعربون اتأكد ان الورقة مكتوب فيها كل التفاصيل اللي اتفقنا عليها ومواعيد العقد النهائي، علشان دي الضمانة الحقيقية اللي بتحمي فلوسك وبتخلي حقك في الحفظ والصون. البوست الجاي هنتكلم عن البعبع اللي بيستخبى وسط السطور وممكن يقلب موازين اي اتفاق وانت مش حاسس. لو حد فيكم جرب قبل كده يحجز حاجة بعربون يقول لنا التجربة دي كانت ماشية ازاي. لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على التيك توك ما تنسوش الفولو والريبوست، ولو على فيسبوك تنسوش اللايك والفولو. اشوفكم في الحلقة الجاية.